السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا في صحه جيده وتكون احوالكم بخير وعلى خير. معكم كوثر من قناه اميره بيتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما تنساوش تسليو على نبي البنات في لي كومونتير باش بحال هكا تبقى لكم واحد الحسنه غدا يوم القيامه ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون واحد الكيكه زوينه بزاف، كتجي لذيذه وسريعه التحضير، ما فيهاش مقادير بزاف. جايين عندي شي ضيوف وبغيت نصايب عليهم وحبيت انني نشاركها معكم حيت كتجي لذيذه زوينه في المذاق. كتجي بحال الكيكه ديال ديسباسيتو، ولكن هي بطريقه مختلفه بزاف على ديسباسيتو، ولكن نفس المكونات ديالو تقريبا. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو، كما كتشوفوا هنا عندي 4 ديال البيضات، عنبه سكر سنيده كما كتشوفوا معايا. غادي نحضر لاجينواز هي اللي غادي نبدا بها. كما كتشوفوا معايا هذه هي طريقتنا في التحضير ديالها. كناخذ الطراب الكهربائي، غادي نطرب البيض تيطلع، عاد غادي تشوفوا معايا باقي المكونات. هنا زدت واحد رشة ملح لتحسين الذوق، وكنطرب مازال حتى كيطرب ليا البيض مزيان كما كتشوفوا. وديما واحد النصيحه كنعطيها لكم في كل فيديو كنصايب فيه شي كيكه، كنقول لكم ديما البيض الا بغيتو يطرب لكم دغيا خرجوا قبل من الثلاجه، خصو يكون على درجه حراره المطبخ، عاد طربوه. هنا زدت 4 كاس ديال الزيت، وزدت كاس كامل ديال الحليب، كاس العنبه ديال الحليب. هنا البنات عندي 2 الكيسان ديال الدقيق، زدت عليهم 2 خمارات ديال الحلوى كما كتشوفوا هذا النوع هذا. بالنسبه للمقادير مضبوطه غادي نخليهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف مكتوب. كنزيد الشاصي ديال الكاكاو كما كتشوفوا. هاد المكونات الجافه غادي نخلطهم كما كتشوفوا هكا بملعقه خشبيه حتى يندمجوا مزيان مع بعضياتهم، وغادي نغربلهم وغادي نزيدهم على الخليط ديالي كما كتشوفوا. من بعد ما خلطت الخليط ديالي، خديت المول هذا ديال الزاج، دهنته بالقليل من الزبده وكبيت فيه الخليط ديالي كما كتشوفوا. حاولوا انكم ملي كتكبوا الخليط ترفعوه يعني الاناء مزيان باش بحال هكا يدخل لكم الهواء للكيكه. غادي نحطها دابا في الفران كما كتشوفوا معايا. شعلت الفران ديالي من التحت، الكيكه ديالي طيب. هنا غادي ندوز باش نحضر معكم هاد الكريمه. انا خديت هاد النوع هذا ديال الكريمه بنكهه الفاني، يعني اللي كتكون بيضه ما عندها حتى شي لون، نكهه الفاني. غادي نطربها بكاس بارد ديال الحليب. الكاس هذا كنت درتو في المجمد تبرد ليا مزيان باش بحال هكا الا بغيتو الكريمه تطلع لكم مزيان خص ضروري الحليب يكون بارد. صافي غادي نطرب دابا الكريمه ديالي كما كتشوفوا معايا بالطراب الكهربائي تطلع ليا الكريمه ونعاودو نتلاقاو. هنا من بعد ما طبت ليا الكيكه ديالي كما كتشوفوا خرجتها من المول الزجاجي، لحقاش انا بغيت نقطعها لجوج ديال الطروفه، يعني ما نخليهاش بحال هكا غير في المول. نتوما الا بغيتو تخليوها في المول خليوها وديري عليها الكريمه من الفوق. انا فضلت ندير ليها الطريقه هذه كما كتشوفوا. خديتها قطعتها كما كتشوفوا على جوج، حطيتها في هاد الطباصل هذا وعاوتاني قطعتها من الداخل
هانتوما كما كتشوفوا قطعتها من الداخل وغادي نسقيها بالحليب. كنسقيها بالحليب مزيان باش ما تجينيش قاصحه. كناخد الكريمه ديالي كنديرها ليها من الفوق كما كتشوفوا، وكندير الطبقه الاخرى تاني من الفوق، وغادي نسقي من الفوق بالحليب باش هكا يجيني البسكويت ديالي فازق وما يجيش قاصح. هنا البنات درت الشوكولات الاسود، وهنا عندي دانيت. كنخلي الشوكولات ديالي حتى كيذوب في حمام مريم وكنزيد عليه هاد الدانيت كما كتشوفوا. هنا خديت الكريمه، واحد شويه ديال الكريمه خليتها من الكريمه اللي عمرت بها الكيكه ديالي كما كتشوفوا. غادي نزيد عليه هاد النوع هذا ديال دانيت. نتوما الا ما بغيتوش ديروا الكريمه بلا ما ديروها، انا تعمدت ندير الكريمه باش بحال هكا تجيني الكميه يعني وافره وتقدني في الكيكه ديالي. الا بغيتو ديروا غير دانيت وشكلاط راه مزيانه، ضعفوا غير الكميه ديال الشكلاط ودانيت باش تعطيكم واحد الكميه اللي هي وفيره بزاف اللي تقدكم. هنا صافي كما كتشوفوا ملي زدت الشكلاط وزدت دانيت على الكريمه ديالي كنحركها هكا مزيان. غادي نحيد الملعقه خشبيه وغادي نطربها بالطراب. نطربها بالطراب الكهربائي غيكون احسن باش بحال هكا تجانس ليا. يعني تجانس ليا الشكلاط مع الكريمه مزيان كما كتشوفوا. غادي نحطها دابا من الفوق ديال الكيكه ديالي ونقاد ليها الشكل ديالها كما كتشوفوا. كناخذ الفرشيطه كما كتشوفوا كندير على الكيكه ديالي خطوط بحال هكا عشوائيه كما بغيتو نتوما تقادوهم قادوهم. هنا كل مره كدوزوا الفرشيطه كتمسحوها من الكريمه عاد كترجعوا تاني دوزوها باش يجيكم داكشي متناسق وزوين. هانتوما ملي ساليتها كما كتشوفوا درت الخطوط بحال هكا مجنبين. عاد غادي نعاود تاني خطوط من جهه اخرى يعني العكس. هانتوما كما كتشوفوا بس كنقطعها دابا كنقطعها بحال هكا. بالنسبه لهاد الموس هذا حتى هو مسحوه كل مره كديروا تقطعوا به مسحوه وردوه تاني. هاد نص الكيكه غيخرج ليا 6 ديال الطروفه، حيت انا كما قلت لكم تعمدت انني نقسمها على جوج طباسل. درت الجوج في هاد الطبسيل وجوج طبسيل الاخر من بعد غادي نوريه لكم. هانتوما كما كتشوفوا قطعتها بحال هكا بهذا الشكل هذا. نتوما بامكانكم الا بغيتو تخليوها في المول خليوها في المول، جبدوها حتى تقطعوها وعمروها بالكريمه من الداخل وردوا عليها تاني طرف اخر وهكذا يعني نتوما وكما بغيتو ديروا. اللوز طحنته شويه في الطحانه الكهربائيه كنديرو بحال هكا من الفوق كما كتشوفوا كنحطو غير الوسط باش كيعطي واحد ديكور زوين للكيكه. بامكانكم ديروا نتوما اي حاجه تسوقوا باش ما بغيتو من الفوق تقدروا تاخذوا غير البسكوي ولا تاخذوا اي حاجه بحال هكا من المكسرات تهرمشوها شويه وتحطوها بحال هكا من الفوق. وهانتوما البنات كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالها النهائي. غادي نخرج دابا وحده باش نوريها لكم كيفاش جات من الداخل. بسم الله. هانتوما البنات كما كتشوفوا جات رطبه بزاف وزوينه. وملي تقادوها ضروري تخليوها في الثلاجه واحد على الاقل واحد 3 سوايع 4 سوايع عاد قدموها. وهانتوما الكيكه الاخرى اللي صايبت ها هي، وهذه اللي صايبت معكم
كنتمنى يا ربي الفيديو ديالي ما ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تجربوها وتعجبكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. بسلام عليكم.